أثر الثناء على الأبناء. شوف، الثناء بشكل عام يملى الولد، يملاه، وأي إنسان ممتلئ لا يمكن خلطه ولا يمكن رجه. ما راح يتأثر، ما راح كلمة تهزه، لكن اللي يجوع عاطفيا سيبحث في مزبلة العلاقات عما يسد به جوعه. الذي يعطش لن يسأل عن طهارة الماء، يبغى يشرب أي شيء. فأنا ليش أعطشه ولا أجوعه؟ أنا أملأه من الداخل حتى لا يستطيع أحد أنه يغزوه من الخارج. هذه فكرة الثناء، لكن له طبعا له استراتيجيات الثناء حتى لا يفقد قيمته. نتكلم عنها إذا تحب. طيب، شوف، الثناء عندنا حاجتين، عندنا ثناء على جلي وعندنا ثناء على الخفي. عندنا ثناء على يقين وعندنا ثناء على الشك. أنا لما أجي لأبو طلال وأقول لك يا أخي أنت يا أبو طلال متحدث جيد، أنت مذيع رائع، هذا بالنسبة لك شيء يقيني، أنت تعرف عن نفسك، فما راح يطربك كثيرا، لأنه ثناء على يقين. لما أجي لبنتي الحلوة اللي هي تعتقد أنها حلوة، لما أقول أنت حلوة ما يأثر عليها كثير. ثناء على يقين. الثناء اللي فيه يقين ما يأثر على الإنسان. الإنسان الذي يحركه هو الثناء المشكوك فيه. أنا أشك في هذا الشيء فيني، فلما تثني على ما أشك فيه يطربني. ولذلك أحيانا إحنا يعني نشحذ هذا النوع من الثناء. أجي أقول لك يا أخي اليوم شكل أدائي مو بحلو، عشان تقول لي حلو. يا أخي شكل فستاني مو بحلو، عشان يقول لها حلو. شعري مو بحلو، عشان يقول لها حلو. لما أجي أمدح ولدي أو بنتي، أمدح في الثناء المشكوك فيه اللي هو يحتاج يسمعه، ما أمدح في الشيء اللي هذا. واحد. اثنين، الطفل كل ما أو الابن كل ما صار صغير لابد أن يكون الثناء إجمالي، وكل ما صار كبر يكون الثناء مجزأ.